تعالوا النهارده نعمل العدس، هنعمله إن شاء الله بكل الطرق الممكنة، يعني هنعمل شوربة عدس تنفع تتغمس، تنفع تتاكل كده كشوربة بالمعلقة، وتنفع وهنعملها كمان فتة، وهاوريكم كل الطرق اللي تتقدم بيها. طبعًا مش محتاجة أقول لكم فوايد العدس في الشتا والله وفي الصيف، بس هو طبعًا يعتبر أكلة رسمية لينا في الشتا. هنعمله إن شاء الله بطريقة سهلة خالص وهيبقى خفيف. عشان لو في ناس يعني بالنسبة لهم العدس تقيل، هنعمله بطريقة خفيفة كده وسهلة وبسيطة. يلا بينا نبتدي الفيديو. هنحتاج في العدس بتاعنا النهارده، أنا مبدئيًا هاعمل كمية تناسب حوالي 5 أطباق شوربة، فهاحتاج كوباية ونص من العدس الأصفر، هاحتاج معاهم 4 جزرات، 3 بصلات حجم وسط، وطماطميتين، ممكن تزودي الجزر عن كده، و5 فصوص توم. كوباية ونُص بس من العدس. أجيب حلة كده، طبعًا العدس ده مغسول، أحط فيه العدس بتاعي، هاقطّع الطماطم والجزر والجزر والطماطم، هاقطّعهم يعني قطّاعات كبيرة كده زي ما أنتم شايفين، مش محتاجة أقطّعه قطع صغيّرة. أقطّعهم كده وبعدين باخدهم على النار، بس الأول طبعًا أحط عليه مَيّة، هاحط عليه مَيّة بقى يتغمر بالمَيّة، يعني مثلًا ممكن تحطي على كوباية ونُص العدس مع الطماطم والجزر والبصل والتوم ده، تحطي مثلًا 3 كوبايات مَيّة. يعني بنفس المقدار لو أنتِ عايزاها بمقادير، أمّا لو مش بمقدار إن أنتِ تغطّي العدس بالمَيّة، لازم يتغطّى بالمَيّة كده يعني يتغطّى كويس، وآخده على النار يغلي غلوة، يعني مجرّد بس ما يتغلي الغلوة يبتدي يغلي ويفور، أروح موطّية عليه واسيبه بقى يقعد حوالي ساعة إلّا ربع على النار. في الوقت ده أكون باحضّر العيش بتاع الفتة. أنا النهارده يا جماعة هاستخدم العيش البلدي المصري بتاعنا العادي، أنا باحبه، العيش أبو رَدّة ده. طبعًا تقدري تستخدمي العيش الشامي، تقدري تستخدمي العيش اللي هو بنسميه السياحي. بس أنا باحب العيش البلدي، باقطّعه كده بالمقص زي ما أنتِ شايفة وبادخّله الفرن ينشف. دي أول خطوة في تحضير العيش، أنا لسه هنعمله يعني لسه هاحمّره تاني في السمنة عشان يدّيني طعم، بس كده أنا خلاص خلّصت التحميص بتاعه. وبعدين بقى أرجع أشوف العدس أهو كده كان عدّى عليه نُص ساعة، بُصّوا شكله عمل إزاي، أهو ابتدى بقى خلاص الحاجات تدبل كده خالص، وابتدى أهو العدس يستوي، هاسيبه كمان ربع ساعة. بعد ما سِبت العدس ربع ساعة، كان كده خلاص استوى، وهاورّيكم شكله بعد ما استوى. أهو بُصّوا بقى، خلاص أهو بُصّي بقى هو كده استوى خالص عندي أهو، كل الحاجات أهي دابت، يعني تعتبر طماطم والجزر تبقى غالبًا على النار ساعة إلا ربع يا جماعة. أجيب بقى الهاند بلندر وابتدي أضرب، هاضرب كده كله مع بعضه، مجرد ما هيتضرب كل حاجة هتتخلط في بعضها، أهو زي ما أنتم شايفين. النهارده يا جماعة هنعمله بطريقة بسيطة، سهل وخفيف. مجرد ما اتضرب كده بقى بُصّوا بقى لونه جميل إزاي عشان كتر الجزر يا جماعة، شايفة الجزر مدّي له اللون ده، الجزر والطماطم ادّوا له اللون ده. آخده بقى تاني على النار وابتدي أحطه كده على النار، ابتدي أحط الملح والكمون، يا دوبك معلقة ملح ونُص معلقة كمون، ما تكتروش الكمون لإنه هيمرر. وبعدين بقى باجيب طاسة صغيرة كده واحط فيها كده معلقتين سمنة بلدي كده حلوين، يعني طبعًا عايزة تكتري كتري، بس أنا يعني عاملاه يعتبر قليل بس عشان خاطر يبقى خفيف، أنا بالنسبة لي هو كده خفيف. وبس، وأول بقى ما السمنة تقدح كده بقى وتسخن خالص، أروح بقى طاشة بيها العدس. أنا ما باطشش ببصلة أو تومة، بُصّوا بقى الطشة دي بتاخد قلبي. أول بقى ما باطشش ببصلة أو تومة عشان يبقى خفيف، يعني أنا هاعمل البصلة على جنب نحطها فوق العدس، أنا ما باحبش التومة، أنا باحب البصلة، بس باخلّيها على جنب عشان لو حد عايز ياكل العدس كده ياكله. ولو يا جماعة في حد ما السمنة بالنسبة له تقيلة، فممكن تسيبيه من غير سمنة وتطشي السمنة وأنتِ بطبق طبق يعني. يعني أنا ساعات باعمل كده لو في حد عيان في البيت أو في ناس كتير بتحب تاكله يبقى خفيف. وبعدين بقى ابتدي أحضّر في الفتة بتاعتي، هاجيب العيش المحمص بتاعي، أحط عليه معلقتين سمن وآخده بقى على النار بقى. هو بقى يا جماعة العيش خطوة السمن ده والتقليب في تقليب العيش في السمن المحمّص بيخلّي طعمه جنان، بيودّي طعمه بقى زي ما بيقولوا فعلًا في حتّة تانية، يعني أنا ما أقدرش آكل أي فتّة على فكرة من غير ما أحمّص العيش في السمن، العيش بيبقى طعمه خطير، خطير، ولمّا تكُبّي عليه العدس ما بيشربش العدس ما بيبوظش منِّك يعني. بعد ما خلّصت تقليب العيش ابتدي بقى أحضّر البصلة اللي قُلت لكم عليها. أهو بقى جِبت بصلاية مع معلقتين سمن كده على النار، السمنة بتطرّي البصلاية، فحطيت بس معاها معلقة زيت عشان تقرمش شوية، لكن من الأصل إن هي بتتعمل أنا باحب أعملها بسمنة يعني، عشان تبقى أكلة بقى كده صحية كلّها على بعضها بقى سمنة بلدي بعدس أصفر يالّا بقى يوم. ابتدي بقى أقدّم بقى العدس بتاعي أهو بقى جبت الطبق بتاعي، طبق التقديم أول طبق، حطيت فيه العيش بتاعي، طبعًا العيش أنا محمّراه في سمن بملح بفلفل، فالعيش طعمه جميل جدًا. وحطيت بقى فوقيه العدس، عشان كده قُلت لِك ما تكتّريش السمنة في العدس، إن هو مثلًا أنا محمّرة العيش حاطة عليه شوية ملح،
ده الطبق التاني، هقدمه واحط عليه البصله المشوحه بالسمن، وساعتها اروح اسحب حته السمنه احطها عليه. وده الطبق التالت مقدماه كده ايه من غير اي حاجه، لو حد عايز يشربه شوربه ويعصر عليه ليمون. دي التلات طرق تقديم بتوع العدس، والتلاته بصراحه اجمل من بعض. يعني انا بالنسبه لي بحب الفته قوي. بس عندي بقى ناس تانية في البيت يحبوا اللي هي بالبصلة، وفي ناس طبعا بيحبوا اللي هو من غير حاجة خالص، يحبوا يستمتعوا بيه كده. يعني أنا في ناس بالنسبة لهم يحبوا يصحوا يفطروا بيه السادة ده، يعني بيعتبروه وجبة فطار أساسية في الشتاء. وكده خلصت وصفتنا النهاردة، أتمنى إن انتوا تجربوها وأتمنى إنها تعجبكم، وبالهنا والشفا.